السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف 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 مبروك لكل الأهلوية، وألف ألف ألف مبروك للعيبة والجهاز الفني والإداري والطبي. ألف 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 مبروك للناس الجدعة اللي كانوا بيشجعوا الأهلي وهم مش أهلوية. طبعا الأهلي النهاردة الحمد لله تعادل مع الوداد 1-1 في نهائي او الماتش التاني في نهائي افريقيا. الماتش الاولاني كان خلصان 2-1، وبنتيجة الماتشين يبقى كده الاهلي فايز 3-2. مش هتكلم فنيات كتير، بس في شوية حاجات كده وكام لقطة بصراحة ما ينفعش اعديهم بمنتهى الصراحة. اول لقطة، لقطة كابتن محمود الخطيب لما خلى رئيس البعثة حسام غالي هو اللي ينزل مكانه على المنصة. محمود الخطيب بيخلي حسام غالي هو اللي ينزل مكانه عشان هو رئيس البعثة. المعنى بتاعها كبير قوي للناس اللي بتفهم وبتاع وعقلة وكل حاجة. يعني متخيل انت المنظر؟ انزل يا كابتن محمود. لا مش هنزل، انت رئيس البعثة. لقطة تخض، والله العظيم لقطة تخض. دي أول لقطة. اللقطة التانية، لقطة محمد الشناوي لما لبس الميدالية بتاعته لمصطفى شوبير، لأن بجد مصطفى شوبير كان هو أحد الأسباب في ماتش الذهاب اللي كان هنا في القاهرة إنه يخلص 2-1 بمنتهى الصراحة والأمانة. وأنا كنت خايف إن ربنا ما يكرمناش في الماتش دوت بصراحة، علشان خاطر خرج بره القايمة. أنا كان رأيي بجد بصراحة. كنت بفكر يعني أنا تخيلت إن كولر ممكن يعمل كده، هيحط الشناوي ومصطفى شوبير، وفي اخر تغيير خالص اللي هو التغيير الخامس بتاعه هيطلع الشناوي وينزل مصطفى شوبير، عشان ده بصراحة حق لمصطفى شوبير. فلقطة الشناوي ديت انا بالنسبة لي لقطة جميلة جدا جدا جدا، وتخلي شوبير حاسس ان هو عمل حاجة. اللقطة التالتة بعد ما الشناوي استلم الكاس ورايح عشان يحتفل مع اللعيبه، وهو بيشاور لهم ان هم يعملوا حركه مؤمن زكريا، لان مؤمن اول مره ما يحضرش نهائي السنه دي. بجد 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 احساس قائد بزمايله وبلعيب كان موجود معاهم، وفي يوم من الايام كان بيلعب في الملعب وله تأثير جامد على اللعيبه. وبجد يعني ايه، لقطة مش غريبة على الاهلي، انكار الذات وحب الخير للي مش موجود. دي لقطة مش غريبة على الاهلي. في بقى لقطة قبل الايه، قبل الثلاث لقطات دول، لقطة ايه؟ علي معلول وهو بيعيط بعد ما الماتش خلص. علي معلول وهو بيعيط بعد ما الماتش خلص، وسامي قمصان واخده في حضنه وقاعد بيقول له خلاص فزنا يا علي، خلاص فزنا يا علي. علي فعلا حاسس بالذنب من ماتش الذهاب من هنا، لان الكرة تعتبر كانت مخطوفة منه. والشيء بالشيء يذكر، سبحان الله، ربنا ما مش عاوز يخليه زعلان، هو اللي يعمل اسيست ومحمد عبد المنعم هو اللي يجيب الجول، اللي يعتبروا هم كانوا السبب من ضمن اسباب الهدف اللي جه هنا، وكان خلانا كلنا متعصبين. اربع لقطات دول، ما انا دول اللي انا شفتهم، دول اللي انا شفتهم اربع لقطات انا شايفهم. هي دي قيمة الاهلي، مبادئ الاهلي اللي ناس كتيره بتقعد تتريق عليها. مش رئيس نادي هو اللي بينزل وبيرفع الكاس وبياخده لنفسه وبيمشي ومش عارف ايه. مش رئيس نادي زعل لما لعيب اهدى الكاس لجماهير. دي مبادئ النادي الاهلي اللي مش عاجباكوا، او اللي انتوا بتتريقوا عليها او بتقولوا فين مش عارف ايه لما كرة تحصل مش عارف ايه وحاجات متخلفة كده زي ما بنسمع في القناة الخصم. آه النهارده كولر، انا كنت زعلان، انا كنت واحد من الناس زعلان بالتغييره بتاعت مروان و... وحسين الشحات. بمنتهى الصراحه انا كنت واحد من الناس اللي زعلان عشان التغييره ديت. انا شايف حسين الشحات بيلعب وهو احسن من احمد عبد القادر.
يعني احمد عبد القادر جه في الاخر الكرة اللي هو اتدلع فيها ديت حسين الشحات قبل كده في الوداد، الكرة خدها وجري والجدع يحصلني، واما لم اللعيب بتاعهم اللي هو اسمه، اللي هو اللي كان واخد الانذار دوت الماتش اللي فات، مش فاكر اسمه والله من الفرحة، الواحد ناسي الاسماء، لمه رايح جاي مرتين وحطها. اخت الكوره اللي كان ديانج عملها له برضه في الوداد، لو مع حسين الشحات كان جري الجدع كان يحصلني. لكن احمد عبد القادر طبعا عشان خاطر بيحب الشو وقف وكان عايز يرقصه واتخطفت. التغييره في رايي انا الجميله جدا جدا اللي هي بصراحه لما كولر نزل رامي ربيعه عشان يضمن ويقفل والدنيا تبقى خلصت معاه، دي بصراحه. لكن شريف حتى ما نزل برضه انفراد ضيعه وردت له، عايز يشوطها تاني. يعني انت شطها في الاول يا محمد يا شريف وما دخلتش، بترد لك تاني بدل ما تعرضها للي جاي من ورا، مش فاكر كان قفشه ولا كان حمدي فتحي، لا برضه عايز تشوطها، ما انت ضيعتها في الاول وفي الاخر اتخطفت منك جونين في اخر 5 دقايق، والواحد قاعد على اعصابه، كانوا خلوا الماتش انتهى وخلص ومات، كانوا هما ممكن يخرجوا من الماتش اصلا مش عايزين يكملوا ال8 دقايق اللي بكاري كان حاسبهم. نيجي بقى البكاري، اسف، لسيمبا. طبعا حكم النهارده ما عملش حاجه كويسه يعني، وما عملش حاجه وحشه، بس في كور كتيره تضييع الوقت اللي بتوع المغرب كانوا بيعملوه، الوقوع والكلام ده كله. هو اي نعم حسب 5 دقايق بس ماشي، ما ال5 دقايق دول حضرتك اللي انت حسبتهم اصلا هما بيضيعوا وقت اصلا، ما فيش انذارات ليه؟ يعني انت عارف ان هو بيضيع وقت ما تدلوش انذار، انت بتحسب وقت تضيع من غير انذارات. كرة اي كرة مشتركه بعد ما دخلوا الجون كان اي حد بيقع، اللي هو اللعب بتاع شمال افريقيا ان الواحد بيكرهه، عشان كده الواحد والله العظيم كان نفسه يقابل سان داونز عشان يلعب كوره، على الاقل هيلعب كوره مش نص الماتش هيبقى واقعين على الارض. وبرده بعد ما الجون دخل الملعب يقف عشان خاطر الشماريخ. طب ده المفروض انت بتعاقب جماهير الفرقه التانية، طب احنا مالنا؟ يعني احنا مالنا؟ هم عاملين كده عشان خاطر يضيعوا وقت وعشان خاطر تزود حضرتك وقت ضايع، طب احنا مالنا؟ ده المفروض عقاب ليهم ان الوقت دوت ما كانش يتحسب، ده المفروض. بس ما علينا، الحمد لله، الحمد لله الاهلي فاز بالبطوله ال11. الارقام بقى اللي الاهلي عملها بعد الفوز بالبطوله ال11، اول حاجه 11 في افريقيا، طبعا ما فيش حد وصل ولا هيوصل ولا هيقرب ولا اي حاجه. النهائي الرابع على التوالي، النهائي الرابع على التوالي، الفوز الثالث، الفوز الثالث، الفوز الثالث في اخر 4 سنين دول. ولولا اللي اتعمل السنه اللي فاتت والتواطؤ اللي حصل من ناس، سواء بقى من الاتحاد بتاعنا ولا من التحكيم هناك في المغرب، كان زماننا بناخد الرابع على التوالي. بس سبحان الله ربنا اراد ان احنا ناخد حقنا وناخد طارنا، اللي الاهلي ما بيسيبش طاره في نفس الملعب اللي احنا اتظلمنا فيه، نفس الملعب ونفس الفرقه ونفس الاجواء ونفس كل حاجه. سبحان الله ربنا ما بيرضاش بالظلم فعلا، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ناخد البطوله على حساب الوداد اللي اتظلمنا بسببه السنه اللي فاتت، سواء من الاتحاد بتاعنا ولا من الاتحاد الافريقي، والتدخلات اللي حصلت من لقع رئيس الاتحاد المغربي سواء في الحكام وتسيمبا اللي كان بيحكم النهارده دوت، هو اللي كان قاعد على الفار السنه اللي فاتت وحرم الاهلي من ضربه جزاء زي الفل، وادى الوداد جون كان فاول اصلا من الاول. بس برضه سبحان الله ربنا ما بيقول ايه، زي ما بقول كده ربنا لا يصلح عمل المفسدين، وخدنا حقنا الحمد لله. اتأهلنا، ضمننا التأهل الخامس على التوالي لكأس العالم للأندية. رحنا 20 و21 ورحنا السنة اللي فاتت، واحنا مش احنا الأبطال، احنا الوصيف، وهنروح البطولة السنة دي. وكده كده احنا رايحين اصلا 25 لو اتعملت بالنظام الجديد بتاعها ان شاء الله بعون الله، ان شاء الله ان شاء الله يعني. يبقى احنا كده 5 نهائيات من اول 20 ل 25 احنا بنحضر نهائيات كاس العالم كلها. احنا الفريق الوحيد الجامد او الكبير اللي بيحضر نهائي كاس عالم للانديه الخامس مره على التوالي. وسيبك من اوكلاند سيتي عشان خاطر اصلا مفيش حد بيلعب في تقريبا هو الوحيد اللي بيصعد من القاره بتاعت
شبه جزيرة استراليا والحتة اللي تحت ديت، هو الوحيد اللي بيصعد، سواء اوكلاند سيتي ولا الفرقة بتاعت سيدني. دول الفرقتين اللي ما هما اللي بيصعدوا. بس فريق كبير هو الاهلي الوحيد اللي صعد 5 مرات، او الفريق الكبير اللي حاصل على القاب في قارته وفي بلده 5 مرة على التوالي. مفيش حد طبعا في اوروبا لا هيعملها ولا عملها، ولا في امريكا الجنوبية لا هيعملها ولا عملها، ولا حتى في اسيا. دي الفرق اللي هي القارات اللي بيبقى فيها فرق كبيرة. فطبعا ارقام وانجازات وبطولات زي ما بيقولوا كده تتحدث عن نفسها. الاهم بقى ودي اخر رقم هقوله، الاهلي صعد كاس العالم السنه دي في كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد. كاس العالم الأندية الأهلي صعد في القدم والسلة واليد. برضو ما اعتقدش بقى ان في اي فريق في العالم صعد 3 كاسات عالم في 3 ألعاب مختلفة في نفس السنة. في نفس السنة. مرة تانية، ألف ألف مبروك الأهلي، ألف مبروك الأهلوية، ونستناكم إن شاء الله في كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي. تصبحوا على خير يا أهلاوية.